السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده عن مجموعه البلاك وينج او مجموعه الفراخ. طبعا في ناس كتير بتسالني ايه رايك في المجموعه. بصراحه ما كنتش قادر ادي رايي في المجموعه لاني كنت لسه ما جربتهاش، ولكن خليني اقول لك انا بقالي تقريبا يومين بجرب المجموعه لاني برضو ما كنتش محترفها قوي لحد ما قدرت افهم المجموعه كويس جدا. وخليني اقول لك انها برضو تعتبر من المجموعات القويه جدا. هي عموما معروفه، يعني خليني اقول لك مجموعه البلاك وينج معروفه اساسا في العاب يوجي انها من المجموعات القويه، بس خليني اقول لك يعني ان دول لينكس تختلف شويه عن باقي العاب يوجي. فمن الاخر يعني المجموعه في دول لينكس برضو قويه جدا. طيب عموما عشان ما اطولش عليك كتير خليني اول حاجه اوريك المجموعه واشرح لك الكومبو بتاعها على السريع، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعه. بص هو كومبو المجموعه واحد بصراحه، ولكن في كذا طريقه ممكن تعمل بيها الكومبو، وكمان في كذا شكل للملعب. فانا هحاول اجيب لك كذا مبارزه مختلفه، بس خليني برضه اوريك مبارزه الديبوت عشان اوريك افضل كومبو او اكتر كومبو فعال اللي انت ممكن تستخدمه وانت مستريح. طبعا هو في كومبوهات تانية هوريها لك اثناء المبارزات وهقول لك ايه الفايده منها، ولكن الكومبو اللي هوريه لك ضد البوت هو ده من وجهه نظري اكتر كومبو فعال للمجموعه. فيلا خلينا على طول نبدا. طيب الهاند كويس جدا وتقدر تعمل كومبو باي هاند طالما تقدر تفعل المهاره، وبرده في هاندات معينه تقدر تعمل بيها الكومبو من غير ما تفعل المهاره. اوكي بكشف وحش الخصمي، بضيف ده وده، افضل حاجتين تضيفهم، وهتبعت بعد كده ورقه للمقبره. هنا ممكن ابعت ده كده كده هعرف اضيفه تاني، وممكن تبعت التراب على فكره لان التراب ده مش هيبقى ليه مكان وممكن ما تضيفوش للمجموعه. يعني خليني اقول لك انك مش لازم تضيفه للمجموعه هو ووحش سينكرو 3 او تونر 3. الوحشين الورقتين دول ممكن ما تضيفهمش للمجموعه، بس الفكره اللي انا كنت حابب اجربهم. طبعا هبنش ده، طبعا انا ببنش ده عشان بقدر بعد كده اعمل له صامن للملعب بحيث ما بنش او ما استهلكش اوراق زياده. انا ممكن اضيفه لايدي واعمل له سبيشال صامن عادي، بس الافضل اني ابنشه طالما اقدر اجيبه من البنش للملعب. اوكي طبعا بتضيف ده لو مش في ايدك، بعد كده بتفعل قدره وحشك قدره الكونتينيو سبيل. هتشوف انا المفروض بسرش على ده، بس طالما هو في ايدي ممكن اسرش على حاجه تانية، ممكن اسرش على ده مثلا، وحتى لو ما سرشتش عليه اقدر اضيفه لايدي. فخليني اوريك مثلا لو مش محتاج تسرش عليه تضيفه ازاي لايدك، فممكن مثلا اضيف ده اي حاجه، وهنا بقدره الوحش التاني المفروض اسرش على ده. هو انا رميته للمقبره فخليني اسرش عليه. طبعا بفعل قدرته، فايدته انه بيجيب لك كونتينيو سبيل ليها 3 فوائد. اوكي سبيشال سامن للوحش اليو ار، بعد كده فعل قدرته. ابعت ده، لازم تبعت ده. ممكن لو هو طلع لك في ايدك تبعته بالمهاره للمقبره وابعت ده. اوكي وابعت الوحش نفسه، وهجيب سينكرو 8. بعد كده فعل قدره الوحش وقدره الكونتينيوس بيل. قدره الوحش بيخليك تضيف وحش من المقبره لايدك، فبضيف ده كده. قلت اوريك طريقه تضيفه ليها من غير الكونتينيوس بيل في الملعب. بعد كده قدره الكونتينيوس بيل ده بتعمل صامن، فبعمل صامن للوحش اللي بنشته في البدايه. اوكي في طريقه بتفضي فيها الملعب عشان لو حابب تحط اوراق خلفيه اكتر هوريها لك اثناء المبارزات، بس زي ما قلت لك دي افضل طريقه للمجموعه. يعني اللي انا بوريها لك دلوقتي دي الطريقه الفعاله احسن من الثانيه. اوكي سينكرو 6، طبعا انا رجعت الوحش لايدي بحيث اقدر استدعيه تاني. لما اجيب الوحش ده بيخليني اعمل نورمال صامن اضافي، وهستفيد طبعا اني استدعيه تاني ان اعمل سيرش كمان 2 سيرش بالكونتينيوس بيل وبالوحش. ممكن كونتينيوس بيل ما تحتاجش السيرش بتاعه خلاص، انا عن نفسي في الحاله دي مش محتاجه، بس محتاج اسرش على التراب ده. التراب ده افضل تراب تبدا بيه على فكره. بعد كده ممكن تضيف اي حاجه انت محتاجها، طبعا لو ليفل 1 ده مش في ايدك هتضيفه. بعد كده خلاص اضحي بليفل 6 مش محتاجه، اجيب تونر 2 توكن. بعد كده سينكرو 6 وهفعل قدرته. لما اجيبه ابعت وحش ليفل 4 بحيث وحش يتحول لليفل 4. اوكي ابعت ده ماشي. انا كده عندي واحد في المقبره. بعد كده صامن لتونر 1 عشان تقدر تجيب الهوت ريد دراجون. اوكي قبل ما تعمل اي حاجه بقى دلوقتي تفعل المهاره، تلعب الوحش ده للملعب. بعد كده تضيف دي من خارج مجموعتك، يعني انت ممكن تضيف منها نسخه بقدره وحشك ونسخه بالمهاره، يبقى عندك نسختين في ايدك وتقدر تفعلهم من ايدك. الاوراق دي بتتفعل من ايدك طالما عندك وحش بلاك وينج سينكرو او وحش بلاك وينج دراجون. اوكي في الاخر بقى تجيب الوحش ده. حابب تجيب ده وده مع بعض، ممكن تجيب نسختين من ده
اوكي، بس هو الافضل زي ما قلت لك انت بتجيب نسخه واحده من ده وخلاص على كده. الوحش ده عامل شبه بليزنج 350 نقطه حياه، لما خصمك يفعل قدره وحش، مش اي حاجه، قدره وحش، وتقدر تجيب منه نسختين في الملعب، ساعتها خصمك هيخسر 700 نقطه حياه. وهوريك ده اثناء المبارزات، عملتها في مبارزه. طيب حط ورقه خلفيه، بعد كده انهي دورك. اول ما تسيب مكان في الملعب عشان يبقى عندك فرصه انك تدوج فوربيدن دروبلت مثلا او دارك رولر، عن طريق لو خصمك لعب فوربيدن دروبلت او دارك رولر طبعا مش هتقدر تفعل قدرات وحوش، فممكن تفعل ترابك. لما تفعل ترابك ساعتها هتقدر تفعل الهوت ريد دراجون وتعمل نيجيت لدارك رولر او فوربيدن دروبلت في حاله ان خصمك ما استخدمش تراب وهو بيستخدم فوربيدن دروبلت. طيب طبعا عندك افكت دامج، والوحش ده برضو عنده تدمير للملعب كله، عندك نيجيت لاي حاجه في صف الملعب. الوحش ده مش بيتدمر بالباتل، عندك بتعمل سينكرو في دور خصمك، يا اما بتجيب وحش ان افكتد من اي حاجه، او بتجيب وحش تقدر تدمر بيه ورقتين في صب، او وحشين يعني في صب مش ورقتين، وعندك نيجيت من ايدك، وعندك برضو نيجيت تاني من ايدك. فبصراحه المجموعه جامده جدا. طبعا برضو ده غير ان عندك تدمير من المقبره، كويك افكت، القدره دي يعني تقدر تفعلها برضو في دور خصمك عادي، تدمر بيها اي حاجه في صب. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه سبرايت. بدأت أول، فعلت المهارة. أوكي طبعا بيل سيرش رهيب جدا. كان الأول زمان لو تفتكروا الناس بتحط منه نسختين في الملعب أو ثلاثة ويقعد يسرش على المجموعة كلها. بس ده ملوش لازمة دلوقتي عموما. أوكي هبدأ الكومبو اللي قلت لكم عليه، أكتر كومبو فعال للمجموعة. بعد كده في المبارزات التانية هوريك بقى حاجات مختلفة كنت بصراحة بجربها، هي كويسة مش وحشة، بس ده أكتر حاجة فعالة عشان بيبقى عندك دوج مثلا ضد دارك رولر، واوقات كتير هيكون ضد فوربيدن دروبلت. هوريك في المبارزه دي كان دوج ضد دروبلت. اوكي طبعا هفعل قدرته وخليت الليفل بتاعه 4. ضفت هنا عندي 2 كاونتر تراب بس بيتفعل على قدرات الوحوش اللي في الملعب، بس اقدر افعلهم من ايدي، دي ميزه قويه جدا. وعلى فكره ما احتجتش تقريبا افعلهم، مش فاكر، او فعلت واحد بس حاجه كده. اوكي بصوا هنا هيعمل ايه. دروبلت باستخدام وحش والسبيل، ففعلت التراب. طبعا هنا لما فعلت التراب اقدر اعمل شين، فعلت الهوت ريد دراجون وترجت دروبلت. اوكي طبعا قدرات وحوشي كلها هتتفعل. عملت نجيت للوحش ده عشان ما يعملش سيرش، عن طريق الوحش اللي وداني المقبره عمل سيرش، مش مشكله عادي. اوكي حطيت كاونتر، برضو الوحش ده تقدر تسرق بيه اللي هو الانفكتد وحش عليه كاونتر، وعنده قدره تدمير. دمرت وحش عشان ما ينزلش حاجه سبيشال سامن لو في ايده، فحط ورقتين خلفيتين ونهى دوره. اوكي اعمل لها نيجيت عادي جدا، وكملت هجوم وعنهي المبارزه. طيب المبارزه دي ضد ستار ديست دراجون. طبعا معايا فعل المهاره وضاف الوحش ده اللي هو الجيت سينكرون، فده بيبقى حظ يعني، بيخليه يبدا كومبو قوي، خليه اجري بس الكومبو. طيب اخيرا خلص. عنده 4 وحوش في الملعب، كوكي افكت وورقه خلفيه، غالبا اللي هو ضاف لايده الورقه بتخليه يستدعي ستار ديست. بس كل ده مش فارق معايا، انا عندي دروبلت واقدر ابدا الكومبو بالوحش ده بس. اوكي هي الورقه اللي بتستدعي وحش ستار ديست. اوكي ضفت الكاونتر تراب عشان لو فعل قدره وحشه اللي هو ده. انا عملت نيجيت للثلاث وحوش وسبت اللي هو سبت ده ما عملتلوش نيجيت. اوكي هنا هيفعل قدرته بالكاونتر تراب، نجدته. اوكي على فكره عنهي المبارزه باستخدام الوحش اللي هو سابه في الهجوم، رغم هو 5000 بس هيزعل دلوقتي. اوكي ضفت الورقه دي لايدي. اوكي سنكرو 6، هقدر اعمل نورمال سامن اضافي. طبعا فعلت قدره وحش من المقبره، دمرت الوحش ده. مش هو اخد نجيت بالكاونتر تراب بس مش نجيت دائم، نجيت للافكت، فما اقدرش ادمره، هو ضد التدمير الوحش ده. غير لو عملت له اقدر اعمله نجيت بالوحش اللي في ايدي عموما يعني. اوكي ده اللي انا هعمله دلوقتي. هجومه 2500.
لانه كان بالع قدره تقليل هجوم، وبعد كده قللت هجومه تاني بالوحش ده. اوكي، هو جاب هنا عشان عارف اللي هجيب هوت دراجون قبل ما اعمل لها نيجيت، بس ما فيش مشكله. اصلا مش محتاج ادمر وحوشه. اي هجمه واحده على وحشه خليته ربع من 5000 او 5500 ل 400 نقطه هجوم. طيب هنا بدات اول، فعلت المهاره عندي كويس جدا. جبت الكونتينيو سبيل سيرش على ليفل 2 اللي هو اليو ار، طالما في ايدي ليفل 4. اوكي، سيرش على ليفل 1، سيرش على التراب. جبت الكونتينيو سبيل. هنا بقى الموضوع مختلف، عملت حاجه مختلفه. هقول لكم ليه. بس زي ما قلت لك خلينا متفقين الكومبو اللي فات هو اكتر حاجه فعاله. جرب زي ما انت حابب وهتكتشف اللي كلامي صح في الاخر. اوكي، الا اذا انت ضامن بقى في اوقات معينه المجموعه اللي قدامك تستخدم ايه. لو بتعتمد على وحوش بس مثلا، فانت ممكن تضيف 2 كاونتر تراب، فاهم؟ فده هيفيدك برضو. اوكي، فعلت المهاره، ضفت الكاونتر تراب سينكرو 10. بعد كده افعل قدره وحش من المقبره وجبته عشان افضي مكان في الملعب، وقدرت احط هنا التراب والتراب ده. بس ما اقدرش افعله لاني ما عنديش مكان فاضي في الملعب. اوكي، هو على فكره يعني اعتقد اللي كان بيلعب فالمونيكا كان على قده شويه، مع احترامي ليه يعني. اوكي، دمرت الفيلد وقدره وحش من المقبره، كويك افكت زي ما قلت لك. بس كل حاجه هيفعلها هيبلع اي وحش قدره وحش يعني. بلع 350، جاب لينك 1. اوكي، هو خسر نفسه، يعني مش عارف اقول له ايه، شكرا. بيساعدني. اوكي، زود نفسه، ما علينا، هيخسر تاني. انا هنا عندي على فكره ان طالما عندي كاونتر خلاص، محتاج كاونتر واحد عشان افعل ده. اهو زي ما حصل دلوقتي، فعلت البلاك شادو. هنا لسه برضو ما عنديش مكان في الملعب لده. نجيت طبعا، بعت ده لانه بلاك وينج، فبعته وعملت نجيت. هنا اقدر بقى افعل خلاص طالما في مكان فاضي. بص، جبت وحش التدمير، ولكن هو عنده حماية التدمير، انا نسيت دي بصراحه، بس عادي مفيش مشكله يعني. لينك 2 كان الافضل اجيب الوحش الان افكتد، بس عادي اقدر برضه احمي وحوشي، ما عنديش اي مشكله. ههاجم، عمل لينك الباتل فيس طبعا بقدره وحشه، فعل التراب، عامل له نيجيت. هو كده كده المبارزه منتهيه على فكره. اوكي، كملت الهجوم ونهايه المبارزه. اوكي، المبارزه دي ضد السنتريون. طبعا المبارزه اللي فاتت وريتك طريقه لو عايز تفضي مكان في الباك رو، بس المشكله المين منصر زون عندك هتبقى مليانه، فدي هتعمل لك مشكله في بعض الاوقات. المره دي برضه هوريك حاجه تانية. هنا بلعت فيلر عادي، ما غلط اصلا تضرب فيلر على ده، لان ده هتوديه للمقبره وتجيبه تاني ايزي، او هتبعته لايدك ترجعه لايدك وتجيبه تاني. تقدر تجيبه من المقبره تاني عادي. اوكي، عن طريق الوحش ده. انا هبدا نفس الكومبو بتاع اللي بقول لك عليه افضل كومبو، ولكن هعمل في النهايه حاجه مختلفه، وهي هجيب وحشين من اللي بيعملوا افكت دامج. قلت برضه اجرب اجيب نسختين منهم، وهو الكومبو كويس، بس برضه مش هيبقى عندك مكان في المين منصر زون تستخدم ورقه السينكرو التراب. هوت ريد دراجون. اوكي، جبت الوحش ده وضفت التراب، كاونتر تراب. بعد كده هستدعي باستخدام المقبره طبعا، فجبت وحش ليفل 10 وحطيت التراب ده. افضل بقى من التاني، لان خلاص التاني لو جبته مش هيبقى ليه في مكان في الملعب، فجبت ده بحيث لما يتحط كاونتر على كل تفعيله بيفعلها خصمي يبقى عندي نيجيت لاي سبيل او تراب. بس الحركه رخمه، يعني خصمك لو مش في ايده حاجه ينجت الوحشين دول هو هيبلع حرفيا. اوكي، دمرت الفيلد بقدره وحشي عن طريق اني ابنشه. بص، هيفعل قدرات وحوش الاتنين هتتفعل، هيخسر 700 نقطة حياة. كل ما يفعل بقى وحش على نفس الموضوع. نجيت بس قدرات وحوش هتتفعل عادي،
700 نقطة حياة برضو. اوكي، عملت للورقة دي، ما خليتوش يجيب توكن باستخدام التراب. هيخسر 700 نقطة حياة تاني تقريبا. هيخسر المبارزة دي افكت دامج. هو مصمم. هو حرفيا، ما ده مش زي البليزنج بقى، مش هيمنعك انك تستخدم، لا استخدم براحتك حتى لو هتخسر افكت دامج. فاوكي. اتبقى له 800، يعني اي تفعيله اللي هو يعني هو عمل ناقص له تفعيله هو هيفعلها في الاند فيس، يعني حركه غبيه جدا. هو كده كده هيخسر، يعني عايز اقول لك اللي انا هو كده كده هيخسر بس اوكي يعني. طيب المبارزه دي ضد البراندد، بدات اول برضو البدايه كويسه جدا. عايز اعرف، مش فاكر اخترعت في المبارزه دي ولا بدات كومبو طبيعي شبه البني ادمين. اوكي، ايا كان المجموعه اللي قدامك، لو عايز تلعب بجد تبدا الكومبو اللي قلت لك عليه. عايز بقى تهزر تستمتع تجرب، انت حر. اوكي، هوت ريد دراجون. هرجع الوحش من البانش للملعب وارجع وحش الايدي. اوكي، استدعيت طبعا وحش المقبره الايد عن طريق اني رجعت ده، بحيث اجيب الوحش ده بيعمل سامن نورمال سامن اضافي، واقدر اجيبه وافعل قدرته هو والكونتينيو سبيل. 2 سيرش. ضحيت في ليه قدره تانية طبعا، بضحي بوحش في الملعب واجيب توكن 2 تونر. حاولت الوحش الليفل 4. هنا اخترعت كالعاده. جبت الوحش ده، بعد كده جبت سينكرو، فعلت المهاره. هتقول لي ليه اخترعت؟ عشان احط الورقه دي. بصراحه قلت احطها ليه؟ عشان تكون نجيت مثلا لورقه البراندد فيوجن. بس لو كنت بلعت دروبلت، بلعت حرفيا، لان ما كنتش هعرف احط كاونتر على وحوشي، فكان الورقه دي هتبقى على الفاضي. ولكن كنت ممكن برضه ابلع دروبلت مع التراف، فما اقدرش اعمل دوج لدروبلت. فيعني زي يعني مش عارف، هي في الاول والاخر الموضوع بيعتمد على الحظ. فانت ظبط زي ما انت حابب بقى. يعني وريتك كذا بدايه اهو، انت تظبط زي ما انت حابب. نجيت لوحشه مع تدمير. اوكي، هيقعد يبنش في الاكسترا في المقبره عندي، بس كل حاجه هيجيبها هيخسر نقاط حياه. اللي بيعمله في سبحان الله، اللي البراندد بتعمله في الناس، انا عملته فيه الجيم ده. حرفيا يعني. اوكي، جاب الوحش ده، كان ممكن يجيبه من بدري كان احسن، بس هو يعني هو لما جاب 2 بيستيال في الملعب جابه على طول. عموما دمرته عن طريق الوحش ده، بس هو مع حال الكاونتر اللي انا جمعته على الوحوش كلها، فنش الاكسترا ديك عندي وعنده. هو قال لي يدافع وما يخلينيش استدعي حاجه من هي حركه ذكيه، مع اني حاسس يعني لا، هي حركه ذكيه، حركه حلوه. مش عارف هو قصدها ولا ما كانش يعرف، بس هي الحركه حلوه. طولت المبارزه، يعني ما قدرتش انهي المبارزه بسبب الحركه دي. اوكي، سرقت وحشه عن طريق الوحش ده. هاجمت، عايز استدعي بيستيال من ايده. كملت هجوم عليه برضو عادي. ابعت لي الهود دراجون للمقبره. اوكي، اتبقى له 200 نقطه حياه. لسه عندي نجيت لوحوش، يعني الورقه دي نجيت اقدر استخدم عليها الوحش ده او ده. اوكي، براندد لوست ما كانش عنده حاجه، هو سحب تقريبا براندد لوست، او غالبا هو سحبها يعني، فما كانش في ايده حاجه تاني فانسحب. طيب المبارزه دي بلعب ضد الريد ايز. فعلت المهاره. جبت طبعا الكونتينيوس سبيل برضو تقريبا. عملت بص السيرش دي، طالما سرشت على الورقه الوحش ده بالمهاره، يبقى انا عملت حاجه، ما بداتش الكومبو الطبيعي. او ممكن اكون سرشت، خلينا نشوف عشان ناسي بصراحه. المبارزه دي قديمه جدا، اول مبارزه تقريبا بالمجموعه، او اول يوم لعبت بيه يعني. طبعا ما بدخلتش بيها رانك على طول، يعني ما كنتش فاهم المجموعه قوي بصراحه، كان ناقصني فيها حاجات كتير. لعبت الديبوتات لحد ما فهمت المجموعه، بعد كده بدات العب بيها رانك. هوت ريد دراجون، نورمال سامن اضافي. سيرش تاني. اكيد عملت حاجه غريبه. اوكي، فعلت قدره وحشي. اوكي، استخدمت الفيوجن في دوري مش في دور خصمي، بحيث احط برضو الورقه دي. هي حركه مش وحشه على فكره، يعني خليني اقول لك الحركه مش وحشه.
هضيف هنا خلاص، استخدمت ورقه الفيوجن ايه السينكرو، وضفت التراب ده، وطبعا ده اقدر افعله من ايدي، وعندي نيجيت من ايدي، عندي تدمير من المقبره، عندي حاجات كتير. ولكن دروبلت تخلص الموضوع ده كله، دروبلت تخلص الموضوع ده كله، او دارك رولر. لكن الحركه اللي انا بحط تراب السينكرو في الملعب، على الاقل انت دوج مضمون من دارك رولر، ودوج بنسبه كبيره برضو من دروبلت بصراحه. اوكي، لورد، جاب اللورد. طبعا هيفعل هنا قدره اللورد، بس هستخدم الكاونتر تراب، فمش هيقدر يفعل قدرته الثانيه. فعملوش شين الكاونتر تراب، اي كاونتر تراب ما تقدرش ترد عليه غير بكاونتر تراب. اوكي، رجعت الوحش ده لايدي. كده بقى عندي نيجيت هنا، فادتني هنا، فادتني. طالما فادتني يبقى انا ماشي صح، ما تكلمنيش، ما تكلمش معايا. طالما فادتني يبقى انا ماشي صح. هو انسحب اهو عموما.